مساء الهنا والسعادة، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض شوية كسكسي تحفة جدا بجد، طريقة بجد بسيطة وسهلة مش قادرة اوصف لكم. يعني في الخلاط ممكن تعمليه، في الكبة بتاعة الخلاط ممكن تعمليه، لو عندك كبة عادية ممكن تعمليه، بجد سهل جدا جدا. ليه نجيبه ب50 جنيه؟ ليه؟ بدل ما تشتريه بالغالي، تعالي بحبة مية وحبة دقيق هنعمله أحلى كسكسي زي ما انتوا شايفين. بجد ما شاء الله اللهم بارك، عملت كيلو ونص. عايزه اقول لكم رموا معايا ما شاء الله، دخلوا في ال3 كيلو، يعني من كيلو ونص دقيق دخلوا في ال3 كيلو اكتر كمان من الكسكسي. طريقه بسيطه وسهله والنتيجه بجد تحفه جدا. بس قبل ما نبدا الفيديو، اللي ما حطش لايك يحط لي لايك، وما تنسوش اللايك يا حبايبي. وقبل ما ابدا الفيديو بشكر كل حبايبي اللي بيرفعوا لي على المنتدى، بشكر كل اللي بيعمل لي لايك وبيكتب لي تعليق، جزاكم الله كل خير يا رب. ويلا في البدايه كده نقول بسم الله. معايا هنا بولة فيها كيلو ونص من الدقيق يكون منخول، انا محطتش على الدقيق اي حاجة. هنا معايا الكبة زي ما انتوا شايفين، انا النهاردة هعمله في الكبة. انا هاخد هنا شوية دقيق كده، يعني 4 كبشات او 5 كبشات من الدقيق زي ما انتوا شايفين. طريقة بسيطة وسهلة، وما شاء الله رمى معايا بجد ياما جدا، يعني بجد تحفة. بدل ما تشتريه طبعا بالغالي، لا اعمليه كده بحبة دقيق ومية، قوامك كده في الكبة. انا هنا نزلت كده برشة بس صغيرة من الملح، وهنا نزلت بربع كوباية كده من المية، يعني كمان اقل من ربع كوباية مية. وزي ما انتوا شايفين هشغل كده الكبة. هنا بقى انا ما عنديش الحله اللي انا بعمل فيها الكسكسي. بعمل ايه؟ بجيب مصفى واحط من تحت حله فيها ميه، وهي دي ان شاء الله اللي انا هسوي فيها الكسكسي. وهنا طبعا انا مش هرمي ميه وخلاص، لازم احط حبه بحبه طب لحد ما الاقي الدقيق معايا عامل زي الرمل المبلول. بس طبعا مش مبلول قوي، يعني مندي كده حاجات بسيطه زي ما انتوا هتشوفوا معايا. وهنا لقيت الدقيق محتاج لحبه ميه، حطيت له برده حبه ميه صغيرين، وبرده شغلت كده زي ما انتوا شايفين. هنا معايا دي شاشه بيضه طبعا نضيفه، بخليها كده اعمل فيها الكسكسي. بخليها لو انا حابه ان انا اعمل جبنه قريش زي ما انتوا شايفين، ده بيكون شكله بعد ما اتضرب اول ضربه. لسه شايفين ما شاء الله عامل ازاي. هضرب بقى انا بقيه الكميه اللي قدام مني كده زي ما انتوا شفتوا معايا، زي ما احنا عملنا في الاول. هنحط شويه من الدقيق مع رشه من الملح، يعني في حدود ربع معلقه كده من الملح. وبعد كده هحط بقى هنا حبة كده بحبة من المية. زي ما انتوا شايفين الخطوات بتاعته سهلة وبسيطة، وكمان ما شاء الله طعمه بيكون حلو جدا. بدل ما تشتريه بحبة دقيق ومية اعمليه. انا حقيقي اشتريت لاني ولادي طلبوه مني، وطبعا انا ما كانش ينفع ان انا اعمل الوقت اللي انا كنت جاية فيه من بره، ما كانش ينفع ان انا اعمل. فحقيقي اشتريت، لقيت الكيلو ب50 جنيه. وعايزة اقول لكم ان الكيلو بجد يعني تحسوا ان هو ما فيهوش بركة، والله شوية كده وتحسوا ان هو ما فيهوش بركة. جبت كيلو ونص من الدقيق وقلت لا انا هعمله في البيت. طريقته بسيطة وسهلة، طب انا ايه اللي يخليني اشتريه؟ وعايزه اقول لكم ان احنا هنحفظوه كمان في العلب في قلب الفريزر، يعني في اي وقت هيقولوا لي احنا عايزين هروح مطلعاه، وطبعا على بخار ميه واسخنه، وبسم الله ما شاء الله بيكون جميل جدا جدا اكني لسه عاملاه. وهنا بعد ما خلصت الكميه اللي معايا زي ما انتم شايفين، انا معايا المصفى اهي. وطبعا كده حطيت بقى الكسكسي كده في قلب الشاشه كده زي ما انتم شايفين، ويلا بينا علشان نسويه لاول مره. والحله دي والمصفى انا مخليهم بعمل فيهم الكسكسي او القدوسيه زي ما انتم شايفين، بدل ما اجيب الحله. والحله طبعا دلوقتي سعرها بقى غالي جدا، فانا برضو الجيش قال لك اتصرف، فانا بصراحه مخليهم للكسكسي وللقدوسيه زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله خد بالظبط 20 دقيقه، 20 دقيقه، وكان ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله الله اكبر، ريحته جميله جدا جدا، وكمان بتدفي البيت. الدنيا ساقعه جدا الايام دي، بتولعي بقى كده طبعا البوتاجاز او الفرن، بتدفي البيت وبتدفي ولادك زي ما انتم شايفين. دي طبعا اول لسه مرحله للكسكسي، هو طبعا بيبقى ليه مرحلتين. هنا طبعا هو سخن جدا، وانا بقى طبعا بحاول ان انا اقول بسم الله، وزي ما انتم شايفين افككه كده من بعضه، علشان طبعا في المرحله دي بنحط يا حبه ميه يا حبه لبن. انا هنا هحط بس ميه مش هحط لبن. هنزل كده بحبه حبه من الميه، وهفركه كده بايديا شويه علشان وهو سخن كده بقى اشربه حبه من الميه، علشان طبعا ان شاء الله باذن الله لسه طبعا هيتحط مرحله تانية في قلب الكبه، وبعد كده هنرجعه تاني على النار. والله طريقة بسيطة وسهلة، وما شاء الله قوامك كده هتعمليهم، يعني ما شاء الله مش هياخد معاكي وقت خالص. هنا طبعا انا ضربت دي كده خلاص، يعتبر دي الضربة التانية للكسكسي، انا مش هضربه تاني. هنا بقى هعمل ايه؟ هضرب شوية كده، وهجيب بقى الشاشة برضو واحط عليها زي ما انتوا شايفين. ده بيكون شكله، شايفين شكله عامل ازاي؟ بصوا كده شكله جميل جدا جدا. وهنا طبعا دي كده المرحلة التانية للكسكسي. انا بقى حطيت في الاول حبة من المية كده،
وضربته في الكبه شويه. وهنا بعد ما خلصت هاخده على النار تاني 20 دقيقه تاني، وهيكون بعد كده خلاص. زي ما انتوا شايفين هنا انا بحطه كده برضو على البخار. ومن وقت للتاني ما تنسيش تحطي ميه في الحله علشان الحله ما تنشفش معاكي. وهنا شايفين شكله هو على النار، حبيت اوريكم كده شكله ما شاء الله. بصوا كده ما شاء الله عامل ازاي، جميل جدا. حضري بقى شويه سمنه كده فلاحي كده، او شويه سمنه بقري، اي حاجه بقى طبعا متوفره عندك، علشان ان شاء الله باذن الله اول ما الكسكسي ينزل من على النار على طول بقى كده تحطي له السمنه بتاعته. وهنا زي ما انتم شايفين كده بيكون خلاص الكسكسي بتاعنا خلاص كده ونزل من على النار. حبيت طبعا ان انا بقى احطه برده، فهي البوله كده عايزه بقى افككه من بعضه. زي ما انتم شايفين بصوا هو ما شاء الله مجرد ما بيتعمل كده بالايد ما شاء الله بيتفك بسرعه. وهنا معايا زبده بقري كده، طبعا بتدي طعم حلو. السمنه الفلاحي او الزبده قصدي البقري دي بتدي طعم جميل جدا جدا برده للكسكسي او القدوسيه. وهنا عايزه اقول لكم ان انا حطيت طبعا كوبايتين كبار من الزبده الصفراء او الزبده البقري او السمنه الفلاحي، اي سمنه بقى متوفره عندك حطيها على الكسكسي وخلاص. بس احنا طبعا بنفضل السمنه الفلاحي او السمنه البقري، بتدي طعم حلو جدا بصراحه. وهنا كده بصوا شكله ما شاء الله. انا عايزه اقول لكم والله هو طالع احلى، بس الاضاءه بتاعه التليفون هي اللي ما كانتش مظبوطه. ما شاء الله شكله جميل وطعمه كمان تحفه جدا. حابه بقى ان انت تعملي بقى زي ما انت عايزه بقى، تحطي عليه زبيب جوز الهند، بتفضلي ان انت تحطي عليه سكر بودر بس برضو تمام، هيبقى معاكي جميل جدا جدا. انا هنا بوريكم طبعا ان هو ما شاء الله جميل جدا جدا، ما فيهوش اي تكتلات ولا اي حاجه، والله بامانه طلع جميل جدا جدا ما شاء الله. وده مشروع حلو جدا طبعا للي حابب ان هو برضو يعمل مشروع من البيت، برضو هيبقى حاجه جميله جدا جدا. زي ما انتم شايفين ما شاء الله كده، حبيت ان انا احط كده في الاطباق علشان بقى يدفيهم كده. طبعا الكسكسي ما بيتاكلش لو هو سخن. وهنا بقى معايا سكر بودر كده، هحط برضو كده على الكسكسي كده من على الوش. برضو هو طبعا الكسكسي ما بيتحطلوش الا سكر بودر، اللي حابب يضيف اي حاجه بعد كده بيضيفها زي الزبيب وجوز الهند المكسرات كده، يعني اللي حابب بقى ياكل ده اللي حابب ياكل ده. بس طبعا انا بحب ان انا احط عليه سكر وخلاص، يعني مفضلش اي حاجه تانية عليه. بس اللي بيحب طبعا بيضيف بقى اي حاجه تانية. انا عندي ولادي اللي بيحب زبيب وجوز الهند، اللي بيحب لو عندي مكسرات مثلا، لكن انا بالنسبه لي سكر وخلاص، وبيكون طعمه جميل جدا جدا. طريقه النهارده سهله وبسيطه. انا هنا حبيت ان انا احط طبعا جوز الهند كده، شويه بقى من السوداني شويه من المكسرات، اللي متوفر عندك حطيه، او اللي عيالك بيحبوه طبعا هتضيفيه وهتحطيه. زي ما انتم شايفين ما شاء الله جميل جدا جدا، ريحته بجد تحفه، طعمه ما شاء الله جميل جدا. هنا بقى لو انت حابه ان انت طبعا تحطي في الفريزر، بتحطيه بعد ما يبرد خالص، بتحطيه كده في علبه، وبعد كده بتحطيه بقى في قلب الفريزر في اي وقت حابه ان انت حقيقي تسخنيه وتقدمي منه لولادك، والله بيكون جميل جدا جدا. بدل ما تشتريه بالغالي لا والله اعمليه وحطيه كده في قلب الفريزر، بيبقى حاجه حلوه. ينفعك طبعا شويه سخنين بالليل، ينفعك طبعا الصبح كده للفطور، وكمان ممكن يتقدم جنب غدا طبعا مع لحمه كده وشوربه سخنه. يعني بجد هو الكسكسي من الحاجات الجميله جدا جدا ما شاء الله. شايفين كيلو ونص من الدقيق ما شاء الله عطانا الكميه اللي انتوا شايفينها دي ما شاء الله. يعني تفطري وتتغدي وتتعشي منه، وكمان يتفضل منك وتشيليه كمان في التلاجة ما شاء الله. اللهم بارك. طريقه النهارده بسيطه جدا وسهله وطريقه جميله جدا، وده بيكون فيديو النهارده، فيديو سهل جدا وبسيط. يا رب فيديو النهارده يعجبكم. اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.